عندما تفكر في ريو دي جانيرو، ما الذي يتبادر إلى ذهنك؟ هل هو تمثال المسيح المخلص الشاهق بذراعيه المفتوحتين فوق المدينة، أم جبل شوغرلوف الأيقوني المتألق تحت ضوء غروب استوائي؟ ربما هو شاطئ كوباكابانا النابض بالحياة، الممتلئ بالمظلات الملونة والأشخاص الذين يحتسون ماء جوز الهند، وكأنه مشهد من بطاقة بريدية. ريو هي كل هذا، مدينة تخطف الأنفاس ولا يمكن نسيانها. ولكن إذا كان هناك شيء يعلمنا إياه العالم، فهو أن هناك دائما ما هو أكثر مما تراه العين. خلف السطح اللامع للنشرات السياحية توجد مدينة غنية بالتناقضات والقصص والكنوز المختفية. اليوم نحط الرحال في البرازيل، وتحديدا في ريو دي جانيرو، ليس فقط للإعجاب بمعالمها الشهيرة، ولكن لاكتشاف الجانب الآخر من هذه المدينة الاستثنائية. من نبض أحيائها الفقيرة إلى إيقاعات زوايا شوارعها، سنستكشف ريو التي لا تظهر في الإعلانات، ريو التي يعرفها السكان المحليون ويحبونها. دعونا نصحبكم في رحلة تتجاوز البطاقات البريدية لاكتشاف قلب وروح هذه المدينة الآسرة. الصورة على البطاقة البريدية. ما هي صورة ريو دي جانيرو من منظور العالم؟ بالنسبة للكثيرين، إنها تعريف البطاقة البريدية، مدينة تبدو وكأنها صممت لإبهار الزوار بجمالها. من تمثال المسيح المخلص الشاهق إلى قمم جبل شوغرلوف الدرامية، أصبحت ريو مرادفا للمناظر الخلابة والثقافة النابضة بالحياة. بالطبع، لريو تحدياتها، وسنتحدث عنها. ولكن أولا، دعونا نستكشف ما يجعل هذه المدينة محط إعجاب، ولماذا أسرت قلوب الملايين حول العالم. لنكن صادقين، ريو تعرف جيدا كيف تسوق نفسها. إنها أكثر من مجرد وجهة، إنها علامة تجارية عالمية. معالمها الشهيرة، تمثال المسيح المخلص، شواطئ كوباكابانا وإيبانيم الشهيرة عالميا، وحتى الفتاة من إيبانيما التي جلبت موسيقى بوسا نوفا إلى المسرح العالمي، جعلت ريو رمزا ثقافيا للجمال والاسترخاء والفرح. ولكن إلى جانب العجائب الطبيعية، هناك أجواء في ريو يجدها الناس لا تقاوم. إنها الحرية والاحتفال والطاقة المعدية التي تعرف روح ريو. وإذا كانت هناك مدينة تعرف جيدا كيف تقيم الاحتفالات، فهي ريو. الكرنفال الذي يقام كل فبراير يحول المدينة إلى أكبر مسرح في الهواء الطلق في العالم. يصبح السامبادروم في سابوكي بحرا من الألوان والموسيقى والحركة، حيث تتنافس مدارس السامبا في استعراضات مبهرة. هذا الاحتفال بالحياة والثقافة يأسر قلوب البرازيليين وزوار، مما يرسخ سمعة ريو كأهم وجهة للحفلات في العالم. أكثر من مجرد حفلات ومناظر طبيعية، جاذبية ريو تتجاوز حفلاتها الشهيرة ومناظرها الخلابة. تعد المأكولات في المدينة متعة لعشاق الطعام. الفيجود الكلاسيكية، وهي يخنة الفاصوليا السوداء ولحم الخنزير، ليست مجرد وجبة، بل طقس تقدم مع شرائح البرتقال والخضار الورقية والأرز. على شواطئ كوباكابانا وإيبانيما، يبيع الباعة شاي المتيه المثلج وبسكويت اللوبو، وهو وجبة خفيفة مقرمشة محبوبة لدى السكان المحليين والسياح على حد سواء. في الحانات وزوايا الشوارع، ستجد أوعية مريحة من كالدو دي فيجوان، حساء الفاصوليا اللذيذ المثالي للوجبات السريعة. ثم هناك الموسيقى. ريو مدينة تعيش وتتنفس الإيقاع. السامبا، الفانيك، والبوسا نوفا تصنع الإيقاع اليومي للحياة. ليس من المفاجئ أن طاقة المدينة النابضة ألهمت حتى ديزني. زيو كاريوكا، الببغاء الساحر، ولد من شوارع ريو. والديزني نفسه ابتكر هذه الشخصية خلال زيارة للبرازيل عام 1941. في فيلم سولودوز ميكاوز لعام 1942، يلتقي دونالد داك بزيه كاريوكا الذي يعرفه على السامبا والكاشاسا والممرات الشهيرة لريو، كل ذلك على أنغام أغنية تيكو تيكو نوفوبا الحيوية. الجانب الآخر من ريو. ولكن على الرغم من جمالها وحيويتها الثقافية، لريو جانب آخر،
جانب لا يظهر على البطاقات البريدية. خلف الشواطئ الرائعة والمعالم العالمية الشهيرة توجد تحديات اجتماعية واقتصادية جدة. غالبا ما تبقى هذه المشكلات مخفية عن الزوار العابرين، لكنها جزء لا يتجزأ من قصة المدينة. لفهم ريو دي جانيرو حقا، من الضروري تجاوز الصورة المثالية والغوص في تعقيداتها. الأحياء الراقية والأحياء الفقيرة جنبا إلى جنب. إحدى أكثر السمات اللافتة للنظر في ريو دي جانيرو هي التباين الصارخ بين الرفاهية والحاجة. مبان سكنية حديثة بملايين الدولارات تصطف على شوارع مزينة بالأشجار، وتقع على بعد خطوات قليلة فقط من تلال مكتظة بمنازل مترصة بشكل غير مستقر. هذا التباين الدراماتيكي ليس مقتصرا على الأطراف، إنه قلب المشهد الحضري في ريو. يجسد حي الفافيلا روتشينيا هذا الانقسام. باعتباره أكبر فافيلا في ريو، تقع روتشينيا على بعد أقل من 6 كيلومترات من ليبلون، أحد أكثر أحياء المدينة ثراء. عبور بضع شوارع فقط يأخذك من بوتيكات راقية وشقق تطل على الشاطئ إلى متاهة من الأزقة والمنازل المؤقتة. لكن روتشينيا ليست سوى واحدة من أكثر من 1000 فافيلا في ريو، وهي موطن لحوالي 1.5 مليون شخص، أي حوالي 22% من سكان المدينة. هذه الأحياء الفقيرة ليست نتاج مصادفة جغرافية فقط. جذورها تكمن في التفاوتات التاريخية والاجتماعية. بعد إلغاء العبودية في عام 1888، انتقل الأفراد المحررون إلى مدن مثل ريو، لكنهم واجهوا نقصا في المساكن الميسورة التكلفة. في نفس الوقت تقريبا، خضعت ريو لعملية تحضر مستوحاة من الأفكار الفرنسية، مما أدى إلى تهجير الفقراء من المناطق المركزية إلى التلال. على مدى عقود، توسعت هذه المجتمعات المهمشة لتصبح الأحياء الفقيرة التي نراها اليوم. وعلى الرغم من التحديات التي تواجهها، تعد الأحياء الفقيرة مراكز نابضة للثقافة والموسيقى والصمود. ومع ذلك، تظل تذكيرا صارخا بالتفاوتات العميقة في المدينة. إن قرب الطرف من الفقر في ريو يخلق تباينا بصريا واجتماعيا لا يمكن إنكاره، مما يجبر الزوار على مواجهة التعقيدات الكامنة وراء جمالها. لفهم ريو دي جانيرو حقا، يجب النظر إلى ما وراء المناظر المثالية والغوص في واقع مدينة تتشكل من كلا النقيضين. أصل الفافيلا. لم تظهر الفافيلا في ريو دي جانيرو فجأة، بل لها جذور عميقة في تاريخ المدينة، نابعة من طموحها لأن تصبح باريس المناطق الاستوائية. في بداية القرن العشرين، كانت البرازيل، التي أعلنت جمهورية حديثا، حريصة على إظهار حداثتها، خصوصا مع اقتراب الذكرى المئوية للاستقلال. في منتصف القرن التاسع عشر، خضعت باريس لتحول حضاري هائل بقيادة جورج أوجين هوسمان تحت حكم نابليون الثالث. استبدلت الشوارع الضيقة والمباني القديمة بشوارع واسعة وبنية تحتية حديثة. ومع ذلك، جاءت هذه الحداثة بتكلفة اجتماعية باهظة، تم إجلاء الآلاف دون بدائل. سعت ريو إلى محاكاة هذا النموذج، ولكن مع عواقب أكثر دراماتيكية. في عام 1903، أطلق العمدة بيرييرا باسوس بدعم من الرئيس رودريغيز ألفيس إصلاحات حضرية شاملة لمحو الصورة الاستعمارية للعاصمة. فتحت الشوارع الواسعة وتم تحديث البنية التحتية لإبهار النخب الدولية. لكن هذه التغييرات تطلبت إزالة أولئك الذين يعيشون في وسط المدينة. تم هدم منازل الطبقة العاملة، وهي منازل كبيرة قسمت إلى غرف لعائلات فقيرة. لم يجد السكان الذين تم إجلاؤهم دون تعويض أو بدائل سكنية خيارا سوى الاستقرار على التلال والمناطق النائية القريبة. هذا النزوح القسري شكل بداية ظهور الفافيلا في ريو. لكن القصة لم تنتهي هنا. أدى تهميش هذه المجتمعات إلى خلق أرض خصبة للجريمة المنظمة، وهي مشكلة ما زالت قائمة حتى اليوم. أدى غياب الدعم الحكومي والبنية التحتية إلى تمكين الجماعات الإجرامية من ترسيخ وجودها والسيطرة على العديد من جوانب الحياة اليومية في هذه الأحياء.
تعد الففيلة تذكيرا صارخا بالتكاليف الاجتماعية للحداثة والإقصاء، وتظل جزءا لا يتجزأ من فهم تعقيدات المشهد الحضري والاجتماعي في ريو دي جانيرو. الجريمة المنظمة. عندما يفكر الناس في ريو دي جانيرو، غالبا ما يتخيلون موسيقاها، السامبا، والطاقة النابضة بالحياة. ولكن بالنسبة لأولئك الذين يعيشون في الففيلة، هناك صوت آخر جزء من الحياة اليومية، صوت إطلاق النار. العمليات الشرطية، النزاعات بين العصابات، والتوتر المستمر للجريمة المنظمة تشكل واقع الآلاف من السكان. كيف وصلت ريو إلى هذه النقطة؟ تبدأ القصة مع تشكيل الففيلة، حيث استقر العمال المهجرون بعد أن تم طردهم من مراكز المدن. في البداية، كانت هذه الأحياء مجرد مجتمعات متواضعة. لكن في السبعينيات، تغير كل شيء مع صعود تجارة المخدرات. وجاءت نقطة التحول من مصدر غير متوقع، سجن إلها براندي. خلال الدكتاتورية العسكرية في البرازيل، تم سجن السجناء السياسيين جنبا إلى جنب مع المجرمين العاديين. هذا القرار الإداري الذي بدا بسيطا آنذاك أدى إلى عواقب كارثية. فالسجناء السياسيون، المدربون على التكتيكات التنظيمية والانضباط والهرمية، نقلوا هذه المهارات عن غير قصد إلى السكان الإجراميين. عندما أطلق سراح هؤلاء المجرمين، طبقوا ما تعلموه، محولين العصابات العشوائية إلى فصائل منظمة تماما. ظهرت مجموعات مثل كوماندو فيرميليو، القيادة الحمراء، وتيرسيرو كوماندو، القيادة الثالثة، وتطورت من عصابات محلية إلى منظمات شبه عسكرية. سيطرت هذه الفصائل على الأراضي، وأحكمت قبضتها على تجارة المخدرات، وفرضت قوانينها الخاصة داخل الففيلة. مع مرور الوقت، أصبحت هذه الفصائل قوى مؤثرة، ليس فقط داخل هذه المجتمعات، بل أيضا في تشكيل السرد الأكبر للعنف وعدم المساواة في ريو. اليوم، تظل الجريمة المنظمة متجذرة بعمق في نسيج المدينة. بالنسبة للعديد من السكان، فإن وجود الفصائل الإجرامية هو واقع لا مفر منه، مما يخلق بيئة حيث تتعايش أصوات السامبا مع صدى إطلاق النار. معالجة هذه المشكلة تتطلب أكثر من مجرد تدخل أمني، بل تستدعي مواجهة التفاوتات التاريخية والاجتماعية والاقتصادية التي سمحت لهذه الجماعات بالازدهار. موجات الجريمة. عندما يتعلق الأمر بالعنف الحضري، تحتل ريو دي جانيرو باستمرار مرتبة بين أخطر المدن في العالم. وفقا لمنصة نومبيو، وهي منصة رائدة لبيانات السلامة وجودة الحياة، جاءت ريو في المرتبة الرابعة بين أخطر المدن في الأمريكتين، أكثر خطورة من لوس أنجلوس، بوغوتا، كانكون، وحتى ميديلين، التي كانت يوما مرادفة للعنف في القارة. تظهر الأرقام صورة قاتمة. بين يوليو 2016 ويوليو 2017 تم تسجيل أكثر من 3800 حادثة إطلاق نار في مجتمعات ريو، بمعدل 39 حادثة إطلاق نار شهرياً، أي ما يقارب حادثة واحدة يومياً. وقد تفاقم الوضع منذ ذلك الحين. وفقاً لمعهد كروسفاير الذي يراقب العنف المسلح، تم تسجيل 2165 حادثة إطلاق نار في مناطق ريو الحضرية من يناير إلى أكتوبر 2024 فقط. ومن بين هذه الحوادث، وقعت 795 حادثة أثناء عمليات الشرطة، مما يبرز المواجهات المستمرة بين قوات الأمن والفصائل الإجرامية. ما يثير القلق هو أن العنف لا يقتصر على الففيلة. العديد من الحوادث الأكثر صدمة تحدث في المناطق الراقية. أحد هذه الحوادث كان مقتل 3 أطباء عظام على شاطئ بارا دا تيجوكا، وهو أحد أرقى أحياء ريو. هذا الحادث حطم الوهم بأن العنف في ريو يقتصر على المجتمعات المهمشة. ومع ذلك، فإن سمعة ريو مدينة عنيفة لا ترتبط فقط بتجارة المخدرات. إنها نتيجة شبكة معقدة من القضايا، بما في ذلك التفاوتات النظامية، السياسات العامة غير الكافية، والفساد المتجذر.
تعكس موجات الجريمة في ريو دي جانيرو صراعاً أوسع، مدينة تحاول موازنة جمالها وحيويتها مع الحقائق القاسية للعنف الحضري. معالجة هذه القضايا تتطلب حلولاً شاملة تتجاوز العمليات الأمنية، تستهدف العوامل الاجتماعية والاقتصادية التي تغذي دورة الجريمة. تهريب المخدرات، الميليشيات، والشبكة المعقدة للجريمة. عند الحديث عن العنف في ريو دي جانيرو، يركز الكثيرون على تجارة المخدرات والفصائل التي تستحوذ على الففيلة. ومع ذلك، فإن مشكلات ريو أعمق بكثير. إلى جانب العصابات المعروفة، هناك قوة أخرى تنمو بهدوء: الميليشيات. تعمل هذه المجموعات في الخفاء وأصبحت واحدة من أخطر العناصر في الشبكة المعقدة للجريمة في ريو. على عكس الفصائل المخدرة، لا تظهر الميليشيات أسلحتها علناً. بدلاً من ذلك، تتسلل إلى الحياة اليومية، مسيطرة على الخدمات الأساسية في المجتمعات التي تهيمن عليها. من بيع أسطوانات الغاز وفرض رسوم حماية إلى احتكار خدمات التلفاز المدفوع والإنترنت والمرافق، تفرض الميليشيات حكمها على السكان، مما يترك لهم خياراً واحداً: الامتثال. أنشأت هذه المجموعات اقتصاداً موازياً يستغل المجتمعات الضعيفة بينما يمول عملياتها. ما يجعل الميليشيات أكثر خطورة هو تسللها إلى السياسة. تم اتهام العديد من السياسيين بالتعاون مع الميليشيات أو بتمويلهم منها. تعطي هذه التحالفات الميليشيات نفوذاً يتجاوز الشوارع، مما يمكنها من تأمين السلطة السياسية والحماية. وعندما يتولى هؤلاء السياسيون المناصب، غالباً ما يردون الجميل، إما بتوفير الحماية من إنفاذ القانون أو بتقديم مزايا أخرى. تم تصوير هذا التحكم المزدوج بشكل شهير في فيلم النخبة 2، الذي كشف عن التأثير الواسع للميليشيات في ريو. بينما ركز الفيلم الأول على الحرب بين وحدة الشرطة النخبوية BOB والفصائل المخدرة، سلط الجزء الثاني الضوء على التهديد الأعمق الذي تشكله الميليشيات. لم تكن هذه الصورة خيالية بقدر ما كانت تعكس واقعاً قاسياً يعيشه الكثيرون في ريو يومياً. وعلى الرغم من قوتها، فإن الميليشيات والفصائل المخدرة ليست حليفة. غالباً ما تتصادم القوتان في حروب شرسة للسيطرة على المجتمعات. تتصاعد هذه المعارك أحياناً إلى عمليات تطهير عنيفة، حيث يصبح السكان المرتبطون بالفصائل المهزومة أهدافاً. يعزز هذا العنف الشعور بالخوف وعدم الأمن، مما يخلق دورة لا نهاية لها من الصراع. يزيد من تعقيد الوضع لعبة الحيوانات يوكو دوبيشو، وهو نظام يانصيب غير قانوني له جذور عميقة في تاريخ الجريمة في ريو. ترتبط هذه العملية السرية بالرشوة والسياسيين الفاسدين وضباط الشرطة المتواطئين. هذه الروابط تطمس الخطوط الفاصلة بين المؤسسات الشرعية والشبكات الإجرامية، مما يعقد الجهود المبذولة لمكافحة العنف في ريو. يلعب فساد الشرطة دوراً حاسماً في استمرار هذا النظام. العديد من أنشطة الميليشيات والفصائل تستمر لأن الضباط إما يغضون الطرف أو يشاركون بنشاط. حتى الأفلام الدولية مثل فاست وفيوريس 5 سلطت الضوء على هذه المشكلة، حيث أظهرت إنفاذ القانون في ريو كعائق في مواجهة الجريمة وفي بعض الأحيان كشريك فيها. تقاطع الفصائل المخدرة، الميليشيات، الفساد والمقامرة غير القانونية خلق شبكة معقدة ومتجذرة من الجريمة. بالنسبة لسكان ريو، يعني هذا العيش في خوف دائم، محاصرين في مدينة حيث العنف وصراعات القوى والاستغلال لا تنتهي أبداً. ذعر المداهمات. إحدى أكثر الحقائق المرعبة في ريو دي جانيرو هي المداهمات الشهيرة المعروفة بأرستو. هذه السرقات السريعة والمنظمة يمكن أن تحدث في أي مكان، على الشاطئ، في الحافلات، في المترو، وحتى في وسط حركة المرور. عادة ما تتضمن المداهمات مجموعات من الشباب أو المراهقين الذين يستهدفون عدة ضحايا في وقت واحد، مما يحدث حالة من الذعر أثناء انتزاع الهواتف والمحافظ والحقائب وكل ما يمكن الوصول إليه. وقع مثال حديث في أواخر نوفمبر على أفينيدا برازيل،
واحدة من أكثر شوارع المدينة ازدحاماً. خلال ساعة الذروة، أوقف المجرمون حركة المرور وسرقوا السائقين العالقين في سياراتهم، تاركينهم عاجزين ومحاصرين. تبرز مثل هذه الجرائم الجريئة في وضح النهار حالة انعدام الأمن العميقة في ريو. هذه الحوادث ليست عشوائية، فهي متجذرة في التفاوت الاجتماعي الشديد في ريو. من جهة، يعرض السكان الأثرياء الأجهزة الفاخرة والبضائع ذات العلامات التجارية. ومن جهة أخرى، ينشأ الشباب في مجتمعات تعاني من الفقر ونقص التعليم وفرص محدودة. مع فشل الدولة في توفير الموارد والدعم، تصبح الجريمة منفذاً للبقاء على قيد الحياة. المداهمات ليست مجرد سرقة، بل تعكس الانقسام الحاد في المدينة. معالجة هذه المشكلة تتطلب التصدي للأسباب الجذرية للتفاوت من خلال تقديم التعليم والوظائف والأمل لأولئك الذين تركوا وراء الركب. الفساد، السياسات العامة، وتحدي التغيير. لماذا يصعب تحسين الوضع في ريو دي جانيرو؟ الجواب يكمن في قضية متغلغلة تؤثر على كل جانب من جوانب الحوكمة: الفساد. يتسلل إلى المؤسسات ويستنزف الموارد المخصصة للتعليم والرعاية الصحية والنقل والإسكان. غالباً ما يقع السياسيون ورجال الأعمال وحتى مسؤولو الأمن العام في فخ هذه الدوامة من الجشع والمصلحة الذاتية، مما يترك السكان يعانون من العواقب. يخلق الفساد دورة مفرغة حيث تتم تمويل الخدمات الأساسية بشكل غير كاف، مما يؤدي إلى استمرار عدم المساواة وعدم الاستقرار. السياسات العامة غالباً ما تفتقر إلى الاستمرارية، حيث تهمل المبادرات الواعدة أو تفشل بسبب سوء الإدارة. جلبت الأحداث الكبرى مثل كأس العالم والألعاب الأولمبية بصيصاً من الأمل، مما أدى إلى تحسينات في البنية التحتية والاستثمارات. ومع ذلك، بدون جهود مستدامة وإشراف، تركت العديد من هذه الإنجازات غير مكتملة، مع محطات نقل مهملة ومشاريع أخرى ألغيت. تبخر الأمل في تغيير طويل الأمد إلى خيبة أمل. وهذا يقودنا إلى السؤال: ما هي ريو دي جانيرو؟ جنة استوائية أم مدينة تحمل ندوبا من عدم المساواة والعنف؟ الإجابة هي كلاهما. تقدم ريو مناظر خلابة وغروب شمس لا ينسى في أربوادور، وليال مليئة بالسامبا وشواطئ أيقونية. لكنها أيضاً موطن لأحياء فقيرة غير صحية، وتجارة مخدرات، وميليشيات، وفساد منهجي. إذا زرت ريو، استمتع بجمالها، لكن افهم أيضاً تعقيداتها. خلف السامبا والمناظر المثالية توجد معاناة لأناس غير مرئيين يكافحون يومياً من أجل حقوق أساسية. ريو ليست فيلم هوليوود بنهاية سعيدة متوقعة، إنها مدينة مليئة بالتناقضات، حيث تتغير القصة باستمرار. من خلال مواجهة الفساد وإعطاء الأولوية للسياسات طويلة الأجل، يمكن لريو أن تتحول إلى مكان يتطابق فيه جمالها مع المساواة والفرص للجميع. حتى ذلك الحين، تظل مدينة ذات إمكانات رائعة، تكافح مع تحديات عميقة. يا جماعة، لا تنسون الاشتراك في قناة إكس كريا وتفعيل الجرس علشان يوصلكم كل جديد. دعمكم يهمنا.